اهلا وسهلا بحضراتكم. كان بقالي فتره مش عايز اتكلم في الكوره ولا عايز اتكلم عن النادي الاهلي، بس الاوضاع في الفتره الاخيره دي حاجه تقلق بصراحه. والسبب في كل دوت وصول النتائج لاعب واحد اسمه محمود عبد المنعم كهربا. اللاعب ده مفيش نادي الا واشتكى منه او مدرب الا واشتكى منه كان بيتعامل معاه. النادي الاهلي عارف ان هو كثير المشاكل وعارف ان هو مستواه بقاله سنتين مبطل كوره، ما بيأديش كوره خالص، وبيعمل فتنه بين اللعيبه لما ما بينزلش، بيحاول يوقع بين اللعيبه وبين كولر بان هم في لعيبه مؤيده ليه وعايزاه يلعب بتنزل يبقى مستوى زي الزفت في الملعب زي امام عاشور وحسين الشحات. دول عايزين كهربا يفضل في الفرقه باي طريقه. بالتالي اللعيب اللي زي ده اللي يعمل فتنه في اوضه اللبس ويخلي لعيبه تنزل هو موجود في الملعب يلعبوا، مش موجود في الملعب مش هنلعب، ويجبر المدرب وعايز يلوي دراع المدرب على انه ينزل ويخليه في التشكيل وما يخرجوش بره النادي، يبقى ده لعيب بيثير فتنه وبيثير فركشه للفريق كله باكمله. النادي الاهلي، انا بسال الكابتن محمود الخطيب ازاي لغايه دلوقتي انت مش عارف تاخد قرار بان كهربا ده يبقى بره النادي الاهلي او بره فرقه النادي الاهلي. هو بيدفع للسوشيال ميديا والسوشيال ميديا كلها بتدعم كهربا وتقول لك لازم يبقى موجود في النادي الاهلي، وكل جماهير الاهلي بدون استثناء مش عايزه كهربا في النادي الاهلي. من امتى النادي الاهلي السوشيال ميديا هي اللي بتحكمه؟ كابتن محمود الخطيب يكون جريء ويكون شجاع وخد قرار بان كهربا يشوف مصلحته في اي نادي تاني ويبعد عن اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي وفركشه اللعيبه، واللي عايز يمشي معاه وأيد ليه بالسلامه. الباب يفوت جمل والنادي الاهلي ما بيقفش على حد. عمر النادي الاهلي ما بيقف على حد. والنقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها كابتن محمد الشناوي اللي مش عايز يقعد دكه لمصطفى شوبير وبيقلل من زملائه. ليه بتقلل من زمايلك؟ ليه ما تقعدلهمش دكه؟ الخطيب قاعد دكه، مرتيكي قاعد دكه، حسن شحاته قاعد دكه، معظم لعيبه مصر قاعد دكه. اللعيب كل ما بيكبر في السن وكل ما مستواه بيقل بيقعد على الدكه برضه، يبقى الداعم للعيب اللي بينزل الناشئ زميله اللي هيلعبه. ومصطفى شوبير مش ناشئ، يعني لو بصيت مصطفى شوبير مش ناشئ. فالسياسه بتاعت الاهلي دلوقتي هي الخوف من اللعيبه والخوف من السوشيال ميديا. ما تخافش، الشناوي عايز يقعد مش عايز يقعد بالسلامه. في عندنا حمزه علاء وفي عندنا مصطفى شوبير والنادي وقطاع الناشئين. انت لايص ليه دلوقتي في ان انت تجيب لعيب مهاجم؟ امال بتعملوا ايه في قطاع الناشئين من تحت؟ بتصرفوا عليه فلوس وبتصرفوا عليه مدربين وبتصرفوا عليه. القطاع ده ما بيطلعوش لعيبه مهاجمين ولا لعيبه في خط الدفاع ولا في خط الوسط تستفيد منها، بدل ما انت كل شويه عايز تشتري عايز تشتري عايز تشتري. ليه نفسي اعرف قطاع الناشئين ده بيعمل ايه؟ والمشرفين عليه دول ما بيتحاسبوش لما ما فيش لاعب او اتنين كل موسم يتصعد للفريق الاول ويبقى لاعب اساسي؟ لا، الموضوع دلوقتي بقى كله ماشي بالمحسوبيه والواسطه والسبوبه والسمسره والعمولات، وهيجي لي كام من ورا الصفقه دي، والصفقه دي هيجي من وراها مليون ولا اتنين. لكن انا لما اطلع ناشئ ما فيش حاجه جايه من ورايا مش هطلع ناشئين. الموضوع صراحه بقى حاجه تقرف. شكرا والى اللقاء.